اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو زهقت من الفطار التقليدي والفول والطعمية والكلام ده كله، او انتي ما تقدريش تنزلي تشتري فول وطعمية والكلام ده، تعالوا نعمل مع بعض فطار خفيف وحلو كمان وكله قيمة غذائية بروتين. هنجيب طبعا 3 بيضات، وهنجيب لانشون، ممكن تعملي كمان بالبسطرمة او بالسوسيس، اي حاجة متوفرة عندك. حتى لو في حبة لحمة مفرومة صغيرين ممكن برضو تعمليهم بالبيض، يبقوا حلو، طعمه حلو جدا. وكمان عندنا جبنة رومي، اي حاجة موجودة عندك في البيت، يعني ممكن كمان جبنة قريش، ممكن جبنة موتزاريلا، اي حاجة بواقي التلاجة كده لميها وحطيها في البيض وحطيها اعمليها عجة كده. احنا هنعمل بقى البيض باللانشون بالجبنة الرومي، هنقطعهم كده صغير جدا، ممكن كمان تحط عليه زيتون، ممكن تحطي فلفل طماطم، يعني مش هيقولك لا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده هنجيب صينية على النار، هننزل عليها بمعلقة سمنة بلدي كده حلوة، وهنقوم ايه، هنحط العجة بتاعتنا او البيض بتاعنا. في اطفال كتير مش بتحب طعم البسطرمة، فاللانشون يكون خفيف شوية، وكمان لو اللانشون انت عاملاه في البيت يبقى احسن وصحي. هننزل بقى بالبيض بتاعنا بالشكل دوت لغاية ما يستوي كده ويتحمر معانا من الجنب، وبعد كده هنقلبه معاكم. نسيت اقول لكم طبعا، لو اول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. طبعا في الطبق ده انا مش هرميه، انا كل حاجه بعملها يعني هنزله. ده انا حلفت الطبق خلاص يا مؤمنه، كفايه كفايه. خلصنا كده البيض، هنقلبه معاكم دلوقتي. ده فطار حلو جدا، انا بحب افطار على طول، والاولاد بيحبوه كمان. طعم الجبنه الرومي مع اللانشون والبيض بيدي تيست حلو جدا. وكمان هنعمل جنبيه بقى كوبايه شاي كده. هحط البيض، واولادي عندي بيحبوا العسل الاسود جدا. كده جهزت البيض بتاعي، كمان هحط جنبيه اي نوع جبنه برضو موجود عندي، واحط جنبيه عسل، ممكن مربى في قشطه برضو لو متوفر قشطه، ولو في بقى حبه سلطه جنبيهم كده اهوت، وكان فيه خس. وعملت كمان كوبايه شاي. انا عندي الاولاد بيحبوا العسل جدا بصراحه، فحطيت لهم العسل عشان هم بيحبوه. جنبي بقى عيش محمص، عيش طري بألف هنا والشفا. ده فطار خفيف حبيت اشارككم معاكم. واكتبوا رأيكم في التعليقات، انتوا بتفطروا فول وطعمية ولا بتفطروا جبنة ولا بتفطروا ايه بالظبط. اتمنى لكم التوفيق في حياتكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.